بسم الله الرحمن الرحيم. من كام يوم كده كان في ترند عن واحد اسمه شهاب بتاع الجمعية. ده اللي هنعرفه النهارده، ايه حوار الشهاب بتاع الجمعية. اهلا بكم في حكاية البلد. الموضوع ببساطة كان الاسبوع اللي فات او الاسبوع اللي قبل منه تقريبا. كان في ولد، شاب يعني، تقريبا كده سكة 16 او 17 سنة. كان طالع في فيديو وعامل ترند كبير قوي وعمال يقول انا شهاب بتاع الجمعيه، وكان ماسك في ايده مفك وكان راكب توك توك وكان بيتخانق مع واحد راكب عربيه ملاكي، والواحد بتاع العربيه الملاكي دي كان بيصوره. فالولد اللي اسمه شهاب قعد في الفيديو ده يقول له انا شهاب بتاع الجمعيه، وهو ماسك المفك ويعمل كده اصوات ببقه او حاجات بيطلعها من حنجرته، بمعنى اصح يعني. وافعال كده غريبه قوي ما تليقش على طفل او شاب في السن ال 16 او ال 17 سنه. طبعا اللي صور الفيديو راجل دكتور اللي هو كانت معاه الواقعه، وراح رافع الفيديو على الميديا. طبعا الداخليه المصريه راحت ماسكه الولد في نفس اليوم بصراحه. يعني ما استنوش عليه مثلا تاني يوم ولا تالت يوم، لا ده في نفس اليوم الداخليه كانت ماسكاه وتحقق مع الولد واتعمل له محضر بالواقعه. والمحضر راح النيابه والنيابه بعتت المحضر للمحكمه. والنهارده المحكمه اصدرت الحكم على شهاب بتاع الجمعيه ده بسنتين سجن. سنتين السجن دول حكم محكمه. الغريب ان لقيت النهارده ناس كتيره في الميديا متعاطفه مع شهاب وتقول لك ده ولد صغير، ده بيجري على اكل عيشه، ده غلبان، ده اصل هو بيصرف على والده ووالدته واخواته وكلام من النوع ده. وشيء غريب قوي من الناس اللي متعاطفه مع شهاب ده. شهاب ده ولد، يعني زي ما نقول كده بالبلدي نبذة بلطجي طالع. لما ولد صغير زي ده ويطالع في الفيديو ومش همه طبعا من اللي بيصوره ولا همه من حد، ويقول لك انا شهاب بتاع الجمعيه ولا مؤاخذه في الكلام عمال يقول الفاظ مسيئه والفاظ مشينه وعمال يعمل حركات غريبه كده. ده لو ما تعاقبش. واحنا هنا من برنامجنا بنشكر القضاء المصري على سرعة التنفيذ بالحكم على الولد. لأن ده الحكم بتاع الولد ده هيبقى رادع وردع لأي ولد أو أي واحد عايز يبقى بلطجي أو بيعمل فيها بلطجي أو بيرهب الناس. فده شيء احنا فعلا فعلا بنشكر القضاء المصري فيه. واي حد متعاطف مع شهاب ده مفروض ما يبقاش متعاطف معاه. لان شهاب ده ده لو ما كانش اتعاقب على الواقعه ديت او الفعل ده، كان هيبقى كمان سنه ولا اتنين شهاب ده هنسمع عنه اللي هو قتل او ان هو سرق او ان هو نهب. المهم